تعالى اقولك النهارده ازاي من نص كيلو كفته تضاعفي بيها الكميه وتخليها كيلو كفته. هقولك النهارده مكون هتضيفيه على الكفته هتضيف معاكي الكميه، وبصي كأنك عامله كيلو بالظبط. معانا هنا نص كيلو يا جماعه. معانا بقى هنا البصل بتاعنا، طماطم وفلفل. هنبدأ ننزل بيهم ونضربهم هنا في الكبه. خلاص هنفرمهم ناعم خالص. هنبدأ ناخدهم ونعصرهم وهننزل بيهم على اللحمه. احنا الميه بتاعت البصله دي احنا مش هرميها، انا عايزاها. بص بقى هنا معانا بطاطس انا بشراها اعصرها برضو وانزلها. هو ده يا جماعه المكون اللي هنضيفه على الكفته، وهتضاعف معانا الكميه ومش هتحس باي اختلاف. معانا هنا بيضايه هننزل بيها. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وبهارات وسنه بيكنج باودر كده زي ما انتم ما شايفين. ومعانا هنا كيس التوابل بتاع الكفته الجاهزه. وهننزل معانا بثلاث اربع معالق بقسماط عشان العجينه معانا تمسك. وهنبدأ نعجن في الكفتة بتاعتنا زي ما انتم ما شايفين كده لغاية ما تاخد معانا القوام ده زي ما انتم ما شايفين كده، زي تكون ماسكة في نفسها كده. معانا هنا الصينية بتاعتنا بتاعة الفرن مقطعين، هنفرش الصينية من تحت طماطم وبصل وفلفل. هننزل عليها بشوية ملح وفلفل وشوية زيت وهندعك الكلام ده كله في بعضه. بص بقى هنا المية بتاعة البصل اللي احنا خدناها نزلنا عليها بشوية فلفل اسمر، وهنبدأ نصبع الكفتة بتاعتنا كده. وهناخد من بيض البصل زي ما انتم ما شايفين كده، وهندهن الصوابع بتاعتنا. وهنبدأ نرص في الصينية بتاعتنا الكفتة. ازاي تشوف النهاردة ضعفت الكمية بتاعة الكفتة بمكون البطاطس، مش هتحس بأي اختلاف خالص. ونكون كده خلصنا الصوابع بتاعتنا. وطبعا المية دي بتاعة البصل والطماطم احنا الأول مجرد ما بنخلص صوابع الكفتة هنبدأ نجيب الفرشة وهندهن كل صوابع الكفتة بتاعتنا طبعا قبل ما ندخلها في الفرن. خلاص هندهنها مع بعضينا زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. انا المقطع ده نسيت اصوره، بس احنا هندهن تاني من ميه البصل دي. خلاص اهي زي ما انتم ما شايفين. هندخلها بقى مع بعض الفرن وهنطلعها زي ما انتم ما شفتوا كده. خلصنا كمية الكفتة بتاعتنا الجامدة دي، وازاي ضعفنا كمية الكفتة معانا النهاردة بمكون واحد اضفناه البطاطس. مش هتحس بأي اختلاف ولا طعم مختلف خالص. ونكون خلصنا الفيديو. يا رب لو كنت استفدتي منه ما تنسيش تحطي لايك. ولو انت جديدة معايا يا قمر واول مرة تشوفيني اشتركي في القناة. والسلام عليكم.